هذه المباراة بعنوان قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. أيوة، هي المباراة كده، قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. والكارثة الكبرى إن المتهم أخد براءة. الله 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 الله، إيه اللي بيحصل ده يا جماعة؟ قتل عمد والمتهم ياخد براءة. هو ده اللي حصل مع حكم مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان. أنا عارف إن جماهير برشلونة هتموت الحكم. أنا عارف إن جماهير برشلونة زعلانة ومتضايقة جدا جدا بسبب اللي حصل من الحكم. وأنا عارف إن جماهير برشلونة اللي هي بتفهم في التكتيك وبتفهم في الكورة كويس جدا جدا بغض النظر عن أخطاء التحكيم عايزة تموت تشابي هرنانديز. ليه؟ لأن تشابي هرنانديز أخطأ خطأ كلفه كتير جدا 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 بعد طرد أروخو. هنتكلم عن التحكيم، هنتكلم عن الأخطاء التكتيكية، هنتكلم عن كل شيء في هذه المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان برباعية على برشلونة. طبعا رباعية قاتلة دابحة فاشخة، كل اللي انت عايز تقول عليه قوله في هذه المباراة. ولكن قبل ما نتكلم، حضراتكم عارفين ان اللايك مهم للفيديو، ففضلا وليس امرا ادعمنا باللايك. بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة الذهاب 3-2 لصالح برشلونة على ملعب باريس سان جيرمان. نيجي لمباراة العودة. المعنويات لبرشلونة مرتفعة، وخصوصا ان برشلونة كسب مباراة الدوري الماضية، تقريبا كسب قادش 1-0 زي الفل. يعني برشلونة داخل المباراة بمعنويات عالية، اللاعبين معنوياتهم في السماء، الملعب ملعبنا، واحنا المتقدمين على باريس في مباراة الذهاب. المفروض انا كتشابي هرنانديز ابني بقى على الكلام ده. طيب المباراة بدأت بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برشلونة خطف الهدف الأول، وقلنا هدف ولا أروع وتقدم ولا أروع، وبرشلونة في دور الأربعة. وأنا نزلت فيديو امبارح أو أول امبارح قلت برشلونة هو اللي هيكسب باريس سان جيرمان، إلى أن جاء الحكم الفاسد، الحكم الظالم. ولكن هنركن الحكم على جنب. لامين يامال عمل كرة رائعة جدا جدا من على الطرف، طبعا عدى وثبت الباك اليمين تقريبا نونو مينديز، عدى وراح على خط المرمى، عمل كرة كات باك عالمية علشان يقطع له رافينيا ويحرز الهدف الأول. طبعا والمباراة 1-0 زي الفل و100%. أنا كتشابي هرنانديز المفروض أعمل إيه؟ مش هقول لك يا عم تدافع، مش هقول لك يا تشابي ان انت تدافع، ومش هقول لك ان انت تفتح الملعب على مصراعيه، مش هقول لك ان انت تفتح الملعب على مصراعيه. ولكن في حاجه اسمها ميديان بلوك. يعني ايه ميديان بلوك؟ يعني انا كبرشلونه ارفع اللعب بتاعي لوسط الملعب، ارفع اللاعبين بتوعي لوسط الملعب مع الانتشار الجيد للاعبين برشلونه، ومع التقفيل وتضييق المساحات من لاعبين برشلونة على الخصم اللي هو باريس سان جيرمان. ده باختصار شديد الميديان بلوك. يعني انا كبرشلونة العب من وسط الملعب واستغل الاتاكن ترانزيشن، يعني استغل التحول الهجومي، وانا معايا الكرة 1 2 3 اروح للمرمى بتاع باريس سان جيرمان، تحول هجومي. وانا مش معايا الكرة، فريقي او لعيبه برشلونه في الميديان بلوك مقفله، ماسكه مفاتيح اللعب، مضيقه المساحات، خانقه فيتينيا. المفترض ان فيتينيا النهارده اللي فشخ برشلونه حرفيا يكون ما يتحركش، ما يستلمش كوره، ما يمررش، ما يسددش زي الهدف العالمي اللي فيتينيا احرزه. ميديان بلوك. انا كبرشلونه العب ميديان بلوك. كيليان امبابي اللي اخد حريه مطلقه في هذه المباراه المفروض كان يتخنق، لان انا برشلونه فايز ومتقدم 4-2 نتيجه الذهاب والعوده.
العب ميديان بلوك واستغل الاتاكينج ترانزيشن وافشخ باريس سان جيرمان بالهدف الثاني. ولكن ده ما حصلش الى ان جاءت الدقيقه 28. طبعا كوره اروخو ناس ياما قالت ضربه كوره كارت احمر، ناس ياما قالت ان الكوره فيها عرقله، ولكن احقاقا للحق، ومش عايز يعني مش تشكير في نفسي، ولا انا هخاف من حد، ولا انا هجامل حد، انا هقول حق ربنا. يعني انا اصلا ما بشجعش برشلونه، يعني اللي يعرفني ومتابع القناه انا ما بشجعش برشلونه، ولكن قولا واحدا وحق ربنا الكرة دي لو فيها عرقله، لو هنفترض ان اروخو عرقل لاعب باريس سان جيرمان، قولا واحدا الكرة دي مش كارت احمر. الكرة دي مش كارت احمر نهائيا. ده احنا لو افترضنا ان الكرة فاول اصلا، لان يا دوب لاعب اروخو لمس ظهر لاعب باريس سان جيرمان، لقينا اللاعب وقع واترمى وقلب الدنيا، هنقول ان اروخو ضرب، وهنقول ان الكرة عرقله. الكرة دي مبدئيا ما فيهاش كارت اصفر. هنفترض ان هيبقى فيها عرقله وقاصد كارت اصفر اقصى شيء. دي لو قاصد ان هو يضربه كارت احمر انا معاك، لان ده انفراد هو والجول، لكن هو مش قاصد، هو مش قاصد، هو الكرة اخرها كارت اصفر وفاول. ولكن حكم يعني كان الله في عون جماهير برشلونة، كان الله في عون جماهير برشلونة. والفار تحس ان الفار متوصي، يعني كرة شمال يمين فوق تحت. وروحوا يعني حضراتكم بعد الفيديو روحوا عيدوا ضربة الجزاء او عيدوا الكرة تاني، عيدوها شوفوا الكرة دي عرقلة ولا مش عرقلة. لان انا من وجهة نظري الكرة دي لو عرقلة ضربة جزاء ايكاي جوندوجان ما اتحسبتش ليه؟ هنا سؤال بيطرح نفسه. وجوندوجان ليه ضربة جزاء مليار 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 في المية. لو كرة اروخو دي عرقلة وكارت احمر، كرة جوندوجان دي عرقلة وكارت احمر ويتعمل له محضر كمان. يعني كان الله في عون جماهير برشلونة. قبل كرة عرقلة اروخو في الدقيقة 27 برشلونة جاله كرة تحول هجومي، عمنا رافينيا اخذ الكرة انطلاقة من وسط الملعب، مشى بالكرة وشوية بشوية بشوية عبال ما جه عند ال 18 فكر يلعبها بالعرض، كانت لعيبة برشلونة اتمسكت. انت يا عم رافينيا طلعت نص الملعب وفي اتنين فاتحين لك الجهة اليمنى، العب عرضية في الجهة اليمنى. الاتنين كانوا رايحين اتنين كور انفرادات، وكانت اللعيبة بتاعت باريس سان جيرمان مغطية الاوفسايد. العب على طول يا عم رافينيا. لا، رافينيا لازم يمشي بالكرة ويعدي نص الملعب ويدخل ال 18 وبعد كده يفكر يلعب. كانت لعيبة باريس رجعت، كانوا عملوا الديفندنت ترانزيشن، كانت لعيبة برشلونة اتمسكت. ليه؟ علشان غباء رافينيا المتناهي، علشان غباء رافينيا المتناهي. الكرة دي في الدقيقة 27 قبل كرة طرد اروخو بدقيقة. نيجي للشوط الثاني. الشوط الثاني عزيزي المشاهد، طبعا نسيت اقول لحضراتكم ان عثمان ديمبلي في نهايه الشوط الاول احرز هدف. نيجي بدايه الشوط الثاني. تشابي هرنانديز عمل ايه في اوضه اللبس مع اللعيبه بتاعته؟ تشابي هرنانديز عمل ايه في اوضه اللبس مع اللاعبين بتوعه؟ يعني انت دخل فيك جون، انت في البدايه المتقدم وطرد اروخو، المفروض بعد طرد اروخو اوتوماتيك يا عم العب لو بلوك. يا عم مش هقول لك العب ميديان بلوك، العب لو بلوك، دافع. لو بلوك عزيزي المشاهد ان انت تلعب دفاع منطقه. الميديان بلوك اللي انت بترفع لعيبتك لوسط الملعب وبتقفل من وسط الملعب، يعني الاثنين اللاعبين او الثلاثه لاعبين بتوع خط الهجوم بتوع برشلونه يكونوا على خط وسط الملعب ويستغلوا التحول الهجومي. ده الميديان بلوك. العب لو بلوك يا عم. مش عايز تلعب ميديان بلوك وانت مطرود منك لاعب، العب لو بلوك، دافع والعب على الكونتر اتاك. لا شفنا برشلونه بيلعب لو بلوك ولا ميديان بلوك. وغباء برشلونه او غباء تشابي هرنانديز الحاد رايح يشوط لي البتاعه علشان الحكم يديله كارت احمر. ايوه الكوره كارت احمر.
نيجي للشوط الثاني. طبعا يا عمنا كيليان امبابي شاط ضربه جزاء عالميه بعد كانسيلو معركه لعثمان ديمبلي. وهنا ايضا غباء من كانسيلو. انت يا عم كانسيلو رايح تضرب عثمان ديمبلي ليه جوه ال 18؟ يعني الكره بعيده، كره بعيده، حتى لو عدى منك يعني هيروح هيقطم، هيعمل الكات انسايد او هيدخل للعمق، هيلاقي لاعبين قدامه في 1 و2 و3 جوه ال6 ياردة او قدام ال6 ياردة، رايح تعمل تاكلينج وتعرقله؟ سيبه يا عم يعدي، هي الكره مش انفراد يعني. لا، رايح عمنا جواو كانسيلو يعمل تاكلينج على رجل عثمان ديمبلي، على رجل عثمان ديمبلي عشان الحكم يحسب ضربة جزاء وكيليان امبابي يشوط ضربة الجزاء. بعد كده المباراة كده 2-1. طبعا لا انا قلت لحضراتكم على هدف فيتينيا الرائع. فيتينيا النهارده عمل كل شيء في كرة القدم. سيطرة، يعني استحواذ، تمريرات، هدف عالمي، كان اخد راحته كانه بيلعب في الشارع يا جماعه. فيتينيا النهارده كان بيلعب في الشارع، معاه الكوره وممتلك نص الملعب، فاشخ نص الملعب حرفيا. ايه ده؟ ايه ده؟ ده كلام؟ طبعا مباراه 3-1 عشان يجي في الدقيقه حاجه و80 تقريبا الكره التحول الهجومي لفريق باريس سان جيرمان، الجون الرابع. هنا بقى الجون الرابع يبين لك غباء رافينيا في الدقيقه 27 وهو معاه الكوره. الجون الرابع لباريس تحول هجومي اتلعبت منه، اللاعب اول ما عدى نص الملعب على طول حول الكره بالعرض لكيليان امبابي اللي فاتح له في الزاويه اليمنى، علشان كيليان امبابي يروح ويشوط وتتصد ولاعب تاني يكمل عليها، تصدي ولا اروع من تير شتيجن علشان تترد لكيليان امبابي، وكيليان امبابي يحرز الكرة هدف لتنتهي المباراة 4-4. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم يعني حكم المباراة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. حكم المباراة قتل برشلونة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، ولا حياة لمن تنادي، بالإضافة إلى حكام الفار اللي ما بيفهموش أي حاجة في كرة القدم. قولا واحدا حكم المباراة وحكام الفار لا يفقهون شيء في كرة القدم نهائيا. لما كرة إيكاي جوندوجان ما تتحسبش ضربة جزاء ولا تتحسب عرقلة، وكرة أروخو تتحسب عرقلة وكارت أحمر، يبقى ده حكم لا يفقه شيء في كرة القدم. تاني، كرة أروخو يا عم انا معاك ان هي فاول، وانا معاك ان هي كارت اصفر، ولا ترتقي للكارت الاحمر نهائيا نهائيا. طبعا يعني اللي برشلونه عملته في الناس اتعمل فيها. 2017 برشلونه ايضا الحكم ظلم باريس سان جيرمان في مباراه برشلونه، تقريبا الكره ضربه الجزاء اللي الحكم حسبها لنيمار والكره اساسا ما فيهاش اي حاجه، الكره فاول على نيمار، الحكم حسبها ضربة جزاء لنيمار. طبعا برشلونة كسب باريس سان جيرمان في مباراة العودة الريمونتادا اللي هي في عام 2017. من أعمالكم سلط عليكم. دي أو ده كان اختصار مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة والحوارات اللي حصلت وغباء شابي هرنانديز. انت ليه تتعصب وليه تشوت وليه تعمل؟ ليه خرجت اللاعبين بره المباراة خالص؟ لما انت كده وكل مباراة تتطرد كل اسبوع ولا كل شهر لازم تتطرد يا تشابي هرنانديز، ده كلام؟ وانت بتلعب في الشارع يا تشابي؟ ده انت لاعب من افضل اللاعبين في تاريخ كوكب الارض، تشابي هرنانديز. وما ادراك ما تشابي هرنانديز، فاشخ جميع دول كوكب الارض كلاعب، انت اللي تعمل كده؟ ولكن طبعا لا نبكي على اللبن المسكوب، او جماهير برشلونة لا تبكي على اللبن المسكوب. الدنيا مكسب وخسارة، والتخلف العقلي موجود في الدنيا، والأخطاء التحكيمية موجودة، والكوارث التحكيمية وعدم فهم كرة القدم من حكام أوروبا بقى حدث ولا حرج. وبكده تكون خلصت الحلقة. فضلا وليس أمرا ادعمنا باللايك. حضرتك لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة، فعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. أشوفكم على ألف خير في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الف سلامه.